السلام عليكم، كيف دايرين؟ اش اخباركم؟ هانين متهنين؟ نتمنى تكونوا باحسن الاحوال. كويزيني باتيسري هبه الله كترحب بكم وكتختار عليكم كاطو جديد بنوع جديد بميزه خاصه بطريقه هبه الله. كاطو اللي كيتحضر في هذا الموسم اللي غني بزاف وسهل بزاف في متناول الجميع. مكونات اقتصاديه وجد بسيطه يمكن لاي سيده تحضروا في البيت ديالها العائله ديالها. الكاطو ديال اليوم فهو عباره عن كاطو فريزي اللي سميتو انا بهذا الاسم كاطو فريزي، بما انه هذا الكاطو متحضر بالفريز اولا بالفراوله. وهذا الكاطو انا خدمت فيه بزاف ديال لي فخوي، سيرتو لي فخوي لي غوج. اعتمدت على لي فخوي غوج اللي درتو. هاد الكاطو اللي متكون من جوج ديال الطبقات، الطبقه الاولى والطبقه الثانيه، ودرت له واحد الكلاصاج اللي حتى هو غوج. وبالنسبه للفينيسيو اولا لا بريزونطاسيون فينال حتى هي اعتمدت فيها على لي فخوي غوج. وهانتوما تبعوا معايا الفيديو حتى الاخر، ان شاء الله غينال اعجابكم. وكيف ما قلت لكم فالطريقه مبسطه وفي متناول الجميع. وهنا البنات بالنسبه للطبقه الاولى كيف ما شفتوا فانا عندي جينواز اللي وجدتها من قبل، ديجا شفتوا معايا في بزاف ديال لي فيديو الطريقه ديال الجينواز. وهنا البنات غناخذ لا كريم كيف ما شفتوا، غناخذ القياس ديال الطبقه الاولى، غنميكسي معاه واحد تقريبا معلقه صغيره ديال لاروم ديال الفخاز، وغادي نزيد معاه هاد لي فخوي غوج فريز فرومبواز وسوريز. وغنعاودو تشوفوا معايا تعاودوا تشوفوا معايا الطريقه ديال الفينيسيو اولا ديال المونتاج ديال هاد الكاطو. خليكم تبعوا معايا الفيديو حتى الاخير، ان شاء الله غينال اعجابكم. فالطريقه كيف ما قلت لكم من قبل فهي مبسطه جدا وسهله البنات، يمكن اي سيده تحضرها في البيت ديالها لوليداتها. فهنا انا غنميكسي هذيك لا كريم اللي طلعت من قبل، وغادي نزدت على دوك لي فخوي غوج اللي شفتو سوريز فرومبواز والميرتيل. هنا البنات الطبقه الثانيه كيف ما شفتوا من بعد ما برد ليا الكاطو او يمكن لكم تفينيو مباشره وعاد ديروه في المجمد، فهنا انا درت كوش ثاني في هذا الكاطو البنات فيه جوج ديال لي جينواز. غنبريسي هذيك جينواز بالسباتيول نقاد لها الجنيبات كيف ما شفتوا. وهنا البنات واحد الطريقه اولا واحد النقطه مهمه، فهاد الجينواز انا ما فزقتوش بالسيرو، انا درت حليب بارد هو باش فزقت هاد الجينواز. فهو كيعطي واحد لوغو غزال بزاف البنات، كيجي زويون كيجي هائل في لوغو ديالو. جربوها، نتمنى انكم تجربوا هاد الطريقه تفزكوا الجينواز اولا تونبيبيو بالحليب بارد. سيرتو لي غاطو اللي تكون لا جينواز ديالهم بلون اولا فاني فحال هاد الشكل. نفزق الجنيبات مزيان نعاد نزيد الطبقه الثانيه. فهنا البنات انا درت طريقه واحده اخرى، هذيك لا شونتي اللي عندي خديت القياس ديال الطبقه الثانيه وميكسيت معاه واحد المعلقه ديال لاغوم ديال الفخاز، ومن بعد تاك غنطالي هاد لا كريم بالسباتول، ومن بعد غادا نزيد فوق منها هادوك الحبيبات ديال الميرتيل. انا تعمدت انني ندير هاد الطريقه في لاكوش الثانيه باش يبان لا ديفيرون ديال هاد الكاطو، يبان لا ديفيرون بين الطبقه الاولى والطبقه الثانيه. سيرتو في التقطاع فين كنجيو نقطعوا الكاطو تيبان لينا الفرق ديال، يعني تيبان لينا الفرق. وحتى في لوغو كنغيروا شي شويه لوغو ديال هاد الكاطو. كان ايطالي مزيان الجنيبات نقادهم بديك السباتول كان فيني مزيان.
هنا البنات كل ما فينينا الكاطو مزيان، قادين الجنيبات عمرو فينيناهم مزيان في الكلاصاج اولا في الطريقه النهائيه ديال الكلاصاج. ما كنلقاوش صعوبه اولا ما كنلقاوش مشكل في الفينيسيون. كيجينا الكلاصاج كيجي هكا ديليس على الكاطو، كيجي مقاد. وهنا غنبدا ندير هاد الحبيبات ديال الميرتيل ونبدا نثبتهم بالسباتول. هانتوما بقاو معايا حتى الاخير، ان شاء الله غينال اعجابكم هذا الفيديو، وانا اكيده انكم غتجربوه لوليداتكم. وبالنسبه للناس اللي مشاركه معايا، وشكرا بزاف على الدعم ديالكم، شكرا بزاف. ولا كنت اختي اول مره كتشوفي القناه ديالي، نتمنى ما تخرجي تفعلي الاشتراك ديالك وتخلي لي شي تعليق زويون. وهنا البنات فينينا الكاطو ديالنا، هبطنا هذاك لي ميرتيل بالسباتول، دخلوا لينا في لا كريم اولا في لاكوش الثانيه. غنديروا هذا الكاطو ديالنا في المجمد يقبض في راسو، وغندوزو لواحد الطريقه اخرى اولا ندوزو للمرحله الثالثه اللي هي طريقه ديال تحضير الكلاصاج. طريقه تحضير الكلاصاج البنات فهي سهله بزاف. فهنا انا عندي فريز تقريبا شي 500 غرام ديال الفريز، غندير ليها 500 غرام ديال الفريز، غندير لها الدوبل ديالها ديال السنيده. بحال دابا 500 غرام غندير لها كيلو ديال السنيده. غنطحنهم في الميكسور جيدا، غنضيف لهم واحد نص معلقه ديال لاغوم ديال الفريز، وغنديرهم فوق البوطه اولا فوق العافيه حتى كتبدا تسخن ليا هاد الكلاصاج مع التحريك. ومن بعد كنزيد واحد 4 الورقات ديال الجيلاتين، ضروري البنات جيلاتين باش كيجمد لينا هذاك الكلاصاج فوق الكاطو، اولا كيتبت فين كنقطعو ما كيبداش يهبط لينا، كيكون ثابت هذاك الكلاصاج. هنا البنات من بعد ما طحنت هذاك الفخاز والسنيده، غناخذ واحد الكاسرول اللي غنديرها فوق البوطه، وغنضيف لها ديك المعلقه ديال لاغوم كيف ما شفتوا معايا. هانتوما خليكم معايا تبعوا الفيديو حتى الاخر، وان شاء الله كاين ما يتشاف، كاينه مفاجاه زوينه في الاخر غادي تعجبكم. غندير هاد الكولي اولا هاد الجولي ديال الفخاز، فهو البنات كيجي غزال. غنزيد فيه واحد تقريبا معلقه صغيره ديال لاغوم، وغنميكسي مزيان بالفوي، ومن بعد نديرها فوق البوطه، ونعاود نزيد عليها لا جيلاتين 4 الوريقات كيف ما قلت لكم. فهنا البنات هذيك الريحه الفريز والريحه ديال لي زاغوم ديال الفريز كتجي غزاله بزاف. زعما واحد لوغو غزال خطير، نتمنى انكم تجربوها. كيعطي واحد لوغو زويون، وحتى الرائحه ديالو فهي غزاله بزاف البنات. نتمنى انكم تجربوا هاد الكاطو، فهو غزال بزاف. وهنا البنات من بعد ما جمد لينا الكاطو
ديالنا. كيف ما شفتوا هذا هو الكولي اللي حضرت معاكم ديال الفريز. من بعد ما برد لينا غنخويو على الكاطو بهذه الطريقه ونبداو نيطاليو فيه في الجنيبات، اولا نبداو نوزعوه على الجنيبات كاملين تنحصلوا على طبقه اللي متشابهه فحال في القناه كاملين. بالنسبه لهاد الكوليه البنات راه ما يمكنش لينا نخويو على الكاطو وهو سخون، خصنا نديروه في الثلاجه ونبقاو نحركوه مره باش يبرد لينا تماما، عاد يمكن لينا نكلاصيو به الكاطو ديالنا. وواحد النقطه اخرى، هاد الكولي راه خصنا نبقاو نحركو هكا بالفوي باش ما يتكونوش لينا واحد الحبيبات حيتاش فيه الجيلاتين، داكشي علاش. المهم غنفرقوه بهذه الطريقه كيف ما كتشوفوا ونردوه للثلاجه يبرد شويه ونعاود نرجع معكم باش تشوفوا التزيين ديالو. هنا البنات فانا استعملت الفيتين اولا الكراكون واستعملت الفريز فرومبواز والميرتيل، وانتوما كيبقى لكم الاختيار في الطريقه ديال التزيين. هنا البنات كيف ما كتشوفوا غندير داك الفيتين في الجنيبات، وانتوما كيبقى لكم الاختيار بالنسبه للجناب، فيمكن لكم تخليوهم هكا يبانوا مزيانين، كما يمكن لكم انكم تفينيوهم بلي زاموند ايفيلي اولا الفيتين اولا كل واحد والرغبه ديالو في التزيين ديال هاد الكاطو. من بعد البنات غنبدا نقطع هذاك الفريز على شكل وريضات ونديرهم في هاد الكاطو اللي ديكوريتو على شكل ديال المثلثات، وخليت لو غيست يمكن لك تكتب فيه على حساب لو شوا ديال هاد الكاطو، واش كاطو دانيفرسير اولا كاطو فينونسيي اولا على حساب اشنو يمكن لك حضرتي، اولا كاطو هكا غير للوليدات، ولو شوا تيبقى لك. بالنسبه للبنات في هذا الكاطو فوصلنا للفينال ديالو، فهو كيجي زويون البنات، كيتحضر في دقائق معدوده، يعني ما كيطلبش منك بزاف ديال الوقت، فساهل يمكن لاي سيده تحضروا في البيت ديالها. يمكن لك انت تجتهدي في الديكور في بالنسبه للفروي اللي غادي تحضري به، وان شاء الله نتمنى تتبعوا معايا الفيديو حتى الاخير، وما تنساوش من التعليق ديالكم والبارطاج. ولا كنتي اختي اول مره كتشوفي القناه ديالي نتمنى ما تخرجي تتفعلي الاشتراك ديالك وتخلي لي شي كومونتير جديد. وشكرا، دمتم في امان الله، ومازال ان شاء الله تشوفوا معايا بزاف ديال لي كاطو، وشكرا، الى اللقاء.